بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. هنقول دعاء الإجابة أو الاستجابة اللي عايز يعني طلب أو أي حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، أو حاجة تتحقق له، يقول الدعاء ده: اللهم إني أستعين وأستغيث بروحك الكريمة في قضاء حوائجي، وحددي المطلوب اللي انت عايزة تطلبيه، إن شاء الله ربنا هيستجيب إن شاء الله. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل وصفة الدبابيس، ودي الوصفة التالتة بعملها للدبابيس، وصفة مختلفة. طبعا بنغسل الدبابيس كالعادة بالطريقة بتاعتنا الحلوة، وهنحتاج مجموعة من الصوصات. هنحتاج صويا صوص وخل بلسمك ومستردة وبابريكا صوص وتوم. هقولك بديل الحاجات دي كلها، بس ما نبتدي في الوصفة. لو انت ما عندكيش مثلا الخل البلسمك، يعني عايزة عندك ما عندكيش، مش مشكلة. الصويا صوص لو انت ما عندكيش صويا صوص وبابريكا، ممكن زي ما قلت لكم قبل كده عسل اسود ومعاه شوية فصين توم وشوية توابل الموجودة عندك، وبتقلبيهم على بعض بيديكي نتيجة برضو كويسة. طبعا مش نفس الطعم قوي، بس ده احنا بنحل المشكلة. وكمان في بديل الوصفة لما بتحطي العسل الاسود وعليه التوم والتوابل اللي انت عايزاها، كمان بتحطي عليه شوية كاتشب، 3 4 معالق كاتشب حسب الكمية اللي انت بتعمليها. وفي كمان كاتشب في منه بيتباع اكياس، وفي كمان المستردة بتتباع منها اكياس. ممكن تحطي كمان كيسين 3 برضو مستردة على بديل الوصفة اللي انا بقولك عليها. لو انت ما عندكيش صويا صوص وما عندكيش بابريكا صوص والحاجات دي، فبتعملي البديل اللي انا قلتلك عليه دلوقتي. دلوقتي بقى احط التوابل على الدبابيس، اللي هي عبارة عن انا دايما يا جماعة اقول لكم على البابريك بنسى خالص، بتلخبط بين البابريكا صوص والباربيكيو. انا اقصد في مجموعة الصوصات باربيكيو صوص، مش بابريكا. معلش بقى، عشان دايما الاتنين شبه بعض فبتلخبط بينهم، وانا دايما بستخدم البابريكا. فهنا هنستخدم البابريكا والكاري والثوم والبصل البودر وملح. هحطهم على الدبابيس، وهحط طبعا الثوم المفروم، وهقلبهم على بعض. ونحضر الطاسة سخنة جدا عشان هنشوح دلوقتي الدبابيس فيها، وهنسيب الطاسة لحد ما تسخن ونسمع الصوت ده. تمام. هرص بقى الدبابيس كلها وهشوحها في الطاسة. وكده بعد لما الدبابيس اتشوحت كده، بس طبعا هي ما استوتش بالكامل، هشيلها ومش هنغسل الطاسة عشان هنستخدمها تاني. ومكان الطاسة بقى مكان التشويحة، طبعا انا هسيب الحاجات دي لان دي مكان التوم والتوابل اللي انا كنت عاملة بيها الدبابيس. هنزل بنص كوباية بابريكا صوص. بابريكا صوص اهي. بابريكا ايه ده، انا نسيت. بابريكا صوص، باربيكيو يا جماعه، باربيكيو صوص، بتلخبط بين البابريكا والبتاع. وهناخد نص كوبايه برضو، او كوبايه خل صويا صوص اهو عليها. يبقى بابريكا صوص وصويا صوص وخل بلسمك برضو نفس المقدار اهو. وهنحط معلقتين مستردة طبعا مش هنحط الكميه اللي احنا حطيناها بتاعه البابريكا يا دوبك بس كده. ونقلب كده، نخلط كل المكونات مع بعض كده. لو احتاجت ملح بنحط اهو كده. بعد كده هعمل ايه، هنزل بقى بالدبابيس علشان تكمل سواها، وهوطي عليها خالص وتكمل سواها، تشرب بقى من الصوص اللي احنا عملناه ده كله.
تاخد بقى الطعم ومع التتبيله بتاعتها بتبقى حاجه في منتهى الجمال زي بتاعت المحلات واكتر. طبعا المحلات ما بيحطوش الكميات دي كلها، احنا بقى بنحط علشان خاطر ايه؟ يدينا الطعم المظبوط اللي احنا عايزينه. اهو بقى كده نحط بقى كل الدبابيس بعد ما اتشوحت، وطعم التوم بقى طالع كده والتوابل حاجه جميله جدا. هخليها بقى كده واوطي عليها، اغطي طبعا عليها واوطي عليها لحد ما تستوي. نقلب بقى، بصوا الشكل. كل الصوص ده بتشربه الدبابيس وبيدي طعم بقى تحفه تحفه، احلى من اكل الشارع كتير وانضف. كفايه ان انت اللي عاملاه بايديكي وغسلاه كويس، وكل حاجه انت عاملاها وضمناها، ضامنه الفراخ كمان نفسها. بصوا بقى هعمل ايه عشان بقى كده كمان تبقى سبايسي شويه. هحط عليها قرنين فلفل حراق، تبقى كده مشطشطه وحلوه وجميله. وبرده انا موطيه عليها طبيعي، هغطيها برده وتكمل سواها تاني. هي دخلت على سوا خلاص. شايفين الشكل وجماله؟ وبعد ما الوصفه خلصت شوفوا الجمال بقى، بصوا اللون، وشاربه بقى من الصوصات اللي احنا حاطينها، طعم مش قادره اقول لكم، ولا ريحه التوم ولا ريحه التوابل، والحاجه جميله. عملت معاها كول سلو، وعملت معاها رز بسمتي حبه وحبه. وده صوص، ممكن برضو تحط الصوص كده على الوش كده. بصوا شايفين حاجه جميله جدا جدا جدا. جربي الوصفه دي واعملوها ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي قوي، وطعم مختلف عن اي طعم انت بتعمليه. وزي ما قلت لك الصوص لو مش عندك هاتي عسل اسود وحطي عليه شويه كاتشب وشويه توابل وفصين توم، هيديكي برضو نتيجه حلوه. ممكن يكون الطعم مختلف شويه بس نفس النتيجه برضو، وان شاء الله يطلع من ايديكي زي السكر يا سكر. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الدعم باللايك والاشتراك. شكرا.